السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبيب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض مهلبية كده، مهلبية القرع بالقلب بتاع القرع، تحفة، او الكوسة حسب ما بتسموه بقى، بتسموه الكوسة او القرع. جميلة جدا جدا، كريمية مغذية، تحفة كده، بتنزل على القلب ترطب كده، خطيرة ومغذية جدا جدا. يعني معروف ان الكوسة او القرع مغذي جدا للقلب. تحفة يا حبايب قلبي. هنعملها بطريقة سهلة، في اقل من 5 دقايق ان شاء الله هتعمليها. انا كنت هنا جايبه كوسه، يعني سبحان الله العظيم هحشيها، فقلت طبعا حرام وخساره جدا جدا القلب ده ارميه، فقلت اعمل بيه معاكم كده احلى مهلبيه بقلب الكوسه. يعني عاوزه تعملي بالكوسه كامله، هتقشريها عشان يبقى طعمها حلو. القشر كده ما يبقاش يضايقك معاكي في الاكل او يدي طعم مراره شويه. انا بصراحه كنت هحشي الكوسه، فقلت اخد القلب بتاعها كده مرموش، هعمل معاكم بيه احلى مهلبيه بامر الله تعالى. جيت هنا على النار، حطيت قلب الكوسه في الحله، وحطيت معاه 2 مج كده من الميه، وحطيته على النار وغطيت لحد ما اتسلق، والقلب الكوسه استوى زي الزبده كده معايا. والاتنين مج كده الميه اللي انا حطيتهم يعني نزلوا للنص كده، يعتبر معايا مج من الميه. ومعايا 4 معالق، وده حسب الذوق وحسب يعني انت ما بتحبي التحليه. انا معايا 4 معالق من السكر كبار، ومعايا 3 معالق هرميين من النشا وفانيليا، ومعايا مج كبير اللي هو ساعة 250 ملي من الحليب. هحطه كله في الخلاط، بس بعد القلب الكوسه ده ما يكون هدي جدا جدا، ودرجه حراره الجو في المطبخ. يعني شيلته من على النار وسبته لما يبرد تماما. حطيته في الخلاط، حطيت عليه السكر، حطيت عليه الحليب، حطيت عليه الفانيليا، وهضرب كويس جدا جدا. وكنت سبت جزء كده من نص مج من الحليب على ما احط النشا، او ممكن تدوبي النشا ديت في الحليب في النص مج ده. انا حطيته كده وضربت، لما انضرب كويس جدا جدا لان خفت قلت لا يكون كتير على الخلاط. فلما لقيت الدنيا معايا كويسه قلت ادوبهم بقى كده مع بعض كلهم في الخلاط. ضربتهم ضربه كويسه جدا جدا لحد ما الخليط معايا بقى اللهم بارك كريمي جدا وسائل زي العصير بالظبط. حطيته كده على النار. عاوزه هنا بقى كده تحطي معلقه كريم شانتيه، معلقتين. عاوزه تحطي سكر بودره براحتك خالص، اي حاجه تفضليها ممكن تضيفيها. ممكن تضيفي بقى على النار هنا معلقه زبده، معلقه قشطه. انا كان معايا الحليب اللهم بارك بخيره، كان تحفه جدا. وهو قلب الكوسه ده جميل جدا جدا، مش محتاج اي حاجه ولا اي اضافات. ده بالنسبه لي. لو انت بالنسبه لك عاوزه تضيفي اي اضافات هتضيفيها هنا، معلقه زبده، معلقه قشطه، براحتك خالص. وانت بتضربيه في الخلاط ممكن تحطي كريم شانتيه، ممكن تحطي لبن بودره، براحتك. اي اضافات عاوزه تضيفيها ضيفيها. واهم حاجه ان ايدك على النار تفضل فيه كده لحد ما يبقبق معاكي ويغلي كويس جدا جدا، عشان ما يبقاش فيه طعم النشا ظاهر فيه، ويبقى قوامه بقى كريمي كده اللهم بارك. خطير خطير خطير. شايفين يا حبايب قلبي؟ ولا في اي تكتلات. املس بتهزيه كده اهوت، بياخد الشكل الطبيعي بتاع الكاس او المج، او حسب بقى البوله، الطواجن، حسب ما انت بتحبي تفرغيه وتقدميه. اللهم بارك بالشكل ده يا حبايب قلبي، روعه روعه روعه. يعني انا كان عندي تقريبا قلب الكوسه كده حوالي ربع كيلو. حطيت عليه مج من الحليب، 4 معالق من السكر، 3 معالق من النشا، معلقه صغيره من الفانيليا. حطيته كده لما برد تماما، بعد ما صبيته في البولات معايا او الكاسات، يبرد تماما. تزيني بقى الوش بتاعه باي حاجه انت تفضليها. انا حطيت كده حبه من القرفه، وحطيت اي مكسرات عندك بقى. انا كان عندي فول سوداني مجروش، جملته كده بفول سوداني مجروش بديل الفستق، شويه شويه من الجوز الهند، براحتك خالص. اي اضافات تحبيها، عاوزه تحطي زبيب، عاوزه تحطي يعني جمل، لوز، فستق، بندق، اي حاجه. في الاول وفي الاخر ان هو حاجه جميله جدا جدا ومغذيه ومفيده. عاوزه تستبدلي السكر بالعسل، هيبقى جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله تعمليه وتجربيه. والاول مره تشوفيني ما تنسيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت حلو والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين. تحفه يا حبايب قلبي، ان شاء الله تجربيه. وما تنسينيش من دعوه حلوه بالله عليكي تشجعني كده في الكومنتات، وكلمه حلوه من قلوبكم الطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحفه جميل جدا جدا، في اقل من 5 دقائق ان شاء الله هتعمليه. خطير يا حبايب قلبي. واستفدنا من الكوسه للمحشي، والقلب كده عملنا بيه بعد الغدا كده طبق حلو يرطب على القلب، تحفه جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.